السلام عليكم. عمرك حسيت انك فاضي من جوه كده، زي ما يكون في حاجة ناقصة ومش عارف ايه هي بالظبط؟ ممكن تكون وسط الناس او مع اصحابك او عيلتك، ومع ذلك حاسس بالفراغ او الضياع. في الفيديو ده هنحاول نفهم ليه بنحس بالفراغ ده، وازاي ممكن نلاقي طريقة للتغلب عليه. يعني ايه شعور بالفراغ؟ الشعور بالفراغ هو احساس جواك كأن في حتة فاضية ومش عارف تملاها. ممكن تحس بيه في اي وقت، سواء في الشغل او انت راجع البيت او حتى وسط الناس. هو شعور بنحس بيه ساعات لما نحس إن في حاجة مهمة ناقصة من حياتنا. طيب، ليه بنحس بالفراغ؟ أول سبب ممكن يكون إننا مش عارفين هدفنا كويس. طبيعي إننا نحس إن لحياتنا معنى، ولو المعنى ده مش واضح أو مفقود بنبدأ نحس بالفراغ. تاني سبب هو الاعتماد على الآخرين. ساعات بنعتمد على الناس التانية عشان نشبع احتياجاتنا العاطفية أو نحس بالرضا. لما بنكون مستنيين دايما من حد يسعدنا أو يملانا، بنبدأ نحس إن في حاجة ناقصة. تالت حاجة هي البعد عن نفسنا. ممكن يكون السبب إننا بعيد عن نفسنا واحتياجنا الحقيقي، عشان مشغولين بالحياة أو برضا الناس، لدرجة إننا ننسى نفكر في نفسنا أصلا. تأثير الفراغ على حياتنا. الإحساس بالفراغ ممكن يأثر على حاجات كتير في حياتنا. ممكن يأثر على علاقاتنا بالناس، نخليهم عبء علينا أو ندخل في علاقات مرهقة. كمان الفراغ بيخلينا مش بنقدر نستمتع بالحاجات اللي حوالينا، دايما مستنيين حاجة كبيرة تحصل عشان تملانا. طيب، ازاي نتعامل مع الشعور بالفراغ؟ افهم نفسك اكتر. اول خطوة هي انك تبدأ تسأل نفسك ايه الحاجات اللي بتحبها بجد، ايه اللي بيخليك تحس بالراحة. اسئلة بسيطة لكن مهمة عشان تفهم احتياجاتك. دور على معنى صغير في كل حاجة. حاول تشوف معنى في حاجات بسيطة زي القراءة، مساعدة حد، او انك تطور من نفسك في حاجة بتحبها. مش لازم المعنى يكون حاجة ضخمة، اوقات بيكون في ابسط التفاصيل. شكر النعم اللي عندك. التفكير في الحاجات اللي عندك وازاي تكون ممتن ليها، ده بيساعدك تحس ان حياتك مليانة حاجات كويسة وبيقلل من الشعور بالفراغ. التواصل مع الناس بشكل صحي. العلاقات مهمة بس من غير ما نعتمد على الناس عشان يملوا الفراغ اللي جواك. حاول تبني علاقات على أسس الدعم المتبادل، مش بس الاحتياج. في الآخر الإحساس بالفراغ ده طبيعي، ممكن أي حد يحس بيه في فترات معينة، بس المهم إننا نعرف إن الإحساس ده ممكن نتعامل معاه ونعديه ونقدر نلاقي طريقة. شكرا إنك كملت معايا الفيديو. لو عجبك اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وكمان شير الفيديو مع حد ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده. هشوفكوا في الفيديو الجديد. مع السلامة. شكرا للمتابعة.